السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مكتب العقارات المميزة. هنتكلم النهاردة عن أهم المواضيع في الشقق. 400 ألف شقة جديدة، أكبر مشروع سكني بتسهيلات غير مسبوقة في مصر. التقديم والشروط مع كافة التفاصيل المهمة للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري أو شقق لمحدود الدخل أو لمتوسط الدخل. وزارة الإسكان بتكشف الشروط حجز شقق 400 ألف شقة. تفاصيل أكتر عن المشروع. بتعلن وزارة الإسكان والمرافق عن إطلاق أكبر وأضخم مشروع سكني في سنة 2025، ودي هتكون ضمن خطة الدولة المستمرة لتخفيف أعباء السكن وتقديم حلول عقارية عادلة ومستدامة. 400 ألف شقة، وحدة كاملة التشطيب وتسهيلات على 20 سنة. المشروع بيتضمن 400 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب وهيتم طرحها على عدة مراحل، وكمان مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة بتمتد حتى 20 سنة. وده بيفتح المجال لشريحة واسعة من المواطنين للتمتع بسكن لائق بشروط ميسرة جدا. بيكشف وزير الإسكان إن فتح باب الحجز الرسمي هيكون يوم 15 إبريل 2025، واللي هيبدأ كمان يومين من الآن. وبيوضح كمان إن عدد من الوحدات سيكون جاهز للتسليم الفوري، وبينما يتم استكمال تنفيذ باقي الوحدات خلال فترة أقصاها عامين فقط. وبيجعل هذا المشروع في صدارة الطروحات العقارية من حيث الجاهزية وسرعة التسليم. الشقق الجاهزة محدود ومتوسط الدخل. وبيوضح الوزير أن المشروع مخصص بشكل رئيسي لفئتين: فئة محدود الدخل ومتوسط الدخل، وبيأتي ضمن مبادرة الدولة لتوفير سكن آمن ولائق للكثيرين وبعيد عن موجة الغلاء التي يشهدها السوق العقاري. وهتكون الأولوية للأسر الأكثر احتياجا وكمان من لم يسبق له من الاستفادة من مشروعات الإسكان أو مبادرات التمويل العقاري الحكومية. شروط الحجز الشقق. بتكشف الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب تنطبق عليها الراغبين في هذا الحجز. أول حاجة، ما يكونش المتقدم أو أي أفراد من أسرته قد سبق ليه امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض خصصت له من قبل. رقم 2، عدم الاستفادة من أي مشروع إسكاني تعاوني أو برنامج دعم سكني سابق. رقم 3، عدم التقديم لأكثر من وحدة في نفس المشروع. رقم 4، تقديم شهادة دخل رسمية ومعتمدة. رقم 5، الالتزام بالحدود القصوى للدخل كما سيتم توضيحها في كراسة الشروط الخاصة. بالنسبة لجميع الأوراق المطلوبة، بيتوجب على المتقدم تجهيز عدد من الوثائق الرسمية، واللي هتكون كالآتي: أول حاجة، بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة ولازم تكون سارية، قسيمة الزواج وصورة شهادات ميلاد الأطفال، برنت تأميني في حال توفره. يجب إيصال مرافق حديث كهرباء أو مياه أو غاز. إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط. استمارة الحجز مرفقة بتحديد نوع الوحدة والمدينة المطلوب الحجز فيها. مواصفات الوحدات وتوزيعها الجغرافي. بتتميز الوحدات السكنية بتنوع كبير في المساحات والتصميمات، وده عشان تلبي مختلف الاحتياجات، وبتغطي مناطق كتيرة في المدن الجديدة والمحافظات. وده كمان بيتيح حرية واسعة في اختيار الموقع والمساحة وأيضا نمط الحياة. وبتأكد وزارة الإسكان أن كراسة الشروط هيتم شرح فيها كافة التفاصيل الفنية وكمان المالية، بما في ذلك المواصفات الدقيقة للوحدات، وكمان أنظمة السداد المتاحة والشروط العامة والخاصة ومعلومات المدن والمناطق المطروحة. بتعلن كمان وزارة الإسكان عن طرح 261 ألف وحدة، وده هيكون على 5 مراحل زمنية من خلال بنك الإسكان والتعمير، واللي هيكون بدايته أيضا من منتصف شهر إبريل الجاري. هتبدأ من يوم 15 إبريل 2025. بتشير الوزارة أنه سيتم طرح الشقق في خلال 5 مراحل، وهي كالآتي: المرحلة الأولى عدد 35 ألف وحدة سكنية، واللي هتكون من 15/4/2025. المرحلة الثانية هيكون عدد 59 ألف وحدة سكنية، واللي هتكون في 15/7/2025. المرحلة الثالثة اللي هيكون عددها 59 ألف وحدة سكنية، وهيكون التقديم 15/10/2025. المرحلة الرابعة هتكون 58 ألف وحدة سكنية، وهيكون التقديم فيها 15/1 في السنة الجديدة 2026. المرحلة الخامسة والأخيرة اللي هيكون فيها 48 ألف وحدة سكنية، وهيكون في 15/4 في السنة الجديدة 2026. وبتوضح كمان الوزارة إن الأسعار بتبدأ من 10,000 جنيه واللي بتصل كمان ل 35 ألف جنيه، وده هيكون للمتر الواحد، وذلك المشروعات الإسكان فوق المتوسط والفاخر، وحيث سيتم التعامل خلال الفترة المقبلة على منصة مصر العقارية، وذلك ضمن التوجيه الرقمي للدولة، حيث سيكون لكل عقار بطاقة تعريفية وغيرها من المميزات اللي هيتم توفيرها في المنصة. وزارة الإسكان كمان بتطلق خلال الفترة الماضية مشروعين: أول مشروع اسمه ديارنا، والمشروع الثاني ظلال، بهدف توفير وحدة سكنية هتكون فاخرة وفوق المتوسطة للمواطنين، وده في مختلف المدن. من أبرز مشاريع وزارة الإسكان للفوق المتوسط والفاخر مشروع سكن مصر، ومشروع ديارنا، ومشروع دار مصر،
ومشروع جنة مصر ومشروع ظلال. بيأكد وزير الإسكان إن الطرح ده هيأتي ضمن 400 ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وهيتم الموضوع خلال ساعات قليلة فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديد لعام 2025. وأوضح كمان إنه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدود ومتوسط الدخل في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك هيكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وسيتم الإعلان عن طرح الوحدات في 15 إبريل خلال يومان فقط، وسيتم الطرح من خلال موقع إلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وهنسيب لكم رابط الموقع في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وبكده نكون اتكلمنا عن كافة التفاصيل واللي هتكون أمامكم بعد يومين فقط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواعيد عمل فروع بنك التعمير والإسكان. مواعيد البنك اللي بتبدأ من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وبيعمل كمان الخط الساخن لبنك التعمير والإسكان من الساعة 8 وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. الرقم الساخن لبنك التعمير والإسكان هو 1-395. لو عجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك علشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة والحصرية عن طروحات شقق وزارة الإسكان الاجتماعي وآخر التفاصيل المهمة أول بأول. كثيرين وبعيد عن موجة الغلاء التي يشهدها السوق العقاري، وهتكون الأولوية للأسر الأكثر احتياجا وكمان من لا بيسبق له من الاستفادة من مشروعات الإسكان أو مبادرات التمويل العقاري الحكومية. شروط الحجز الشقق بتكشف الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب تنطبق عليها الراغبين في هذا الحجز. أول حاجة، ما يكونش المتقدم أو أي أفراد من أسرته قد سبق ليه امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض خصصت له من قبل. رقم 2، عدم الاستفادة من أي مشروع إسكاني تعاوني أو برنامج دعم سكني سابق. رقم 3، عدم التقديم لأكثر من وحدة في نفس المشروع. رقم 4، تقديم شهادة دخل رسمية ومعتمدة. رقم 5، الالتزام بالحدود القصوى للدخل كما سيتم توضيحها في كراسة الشروط الخاصة. بالنسبة لجميع الأوراق المطلوبة بيتوجب على المتقدم تجهيز عدد من الوثائق الرسمية واللي هتكون كالآتي: أول حاجة، بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة ولازم تكون سارية، قسيمة الزواج وصورة شهادات ميلاد الأطفال، برنت تأميني في حال توفره، يجب إيصال مرافق حديث كهرباء أو مية أو غاز، إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط، استمارة الحجز مرفقة بتحديد نوع الوحدة والمدينة المطلوب الحجز فيها. مواصفات الوحدات وتوزيعها الجغرافي: بتتميز الوحدات السكنية بتنوع كبير في المساحات والتصميمات، وده عشان تلبي مختلف الاحتياجات، وبتغطي مناطق كتيرة في المدن الجديدة والمحافظات، وده كمان بيتيح حرية واسعة في اختيار الموقع والمساحة وأيضا نمط الحياة. وبتأكد وزارة الإسكان أن كراسة الشروط هيتم شرح فيها كافة التفاصيل الفنية وكمان المالية بما في ذلك المواصفات الدقيقة للوحدات وكمان أنظمة السداد المتاحة والشروط العامة والخاصة ومعلومات المدن والمناطق المطروحة. بتعلن كمان وزارة الإسكان عن طرح 261 ألف وحدة، وده هيكون على 5 مراحل زمنية من خلال بنك الإسكان والتعمير، واللي هيكون بدايته أيضا